السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير. النهاردة مش وصفة أكل، النهاردة جايب لكم ريفيو عن حلة. الحلة دي حلة أسبانية. الحلة دي أنا مش شارياها، هي جايالي في هدية عيد ميلادي من شخص عزيز عليا. ربنا يوفقه يا رب ويهديله الحال ويرزقه. أنا جاية أعمل ريفيو سريع كده. أنا ما كنتش لسه ده أول استخدام ليا. قلت اقول لكم على شويه حاجات كده فهمتها في الكتالوج بتاعها. طبعا الكتالوج بيجي معاها بيجي مترجم بلغات كتير جدا ما عدا العربي. طبعا لو هي اتباعت في الدول العربيه انا معرفش بقى هيبقى جاي مكتوب بالعربي او لا. خلي بالكم لازم افتح كل مكونات الحله كويس جدا عشان اعرف في اي حاجه بلاستيك كرتون من جوه، لان لقيت الكرتونه دي جوه. بوريكم المكونات بتاعتها عامله ازاي. دي الشبكة اللي بتتحط في الحلة نفسها من جوه. مهم جدا اني لازم اغسل الحلة ديت قبل ما استخدمها، الجزء الداخلي ده. واي بلاستيك، حتة السيليكون اللي فوق دي لازم اشيلها برضو. واي بلاستيك بقى على الحلة نفسها لازم يتشيل. دي حاجات ارشادات كده مهمة جدا للحلة. في ميزة حلوة قوي في الحلة دي غير اي حلة تقريبا شفتها اير فراير، ان فيها ميزان. الميزان ده يعني لو عايزة بقى توزني أي حاجة توزني عليه قبل ما تعمليها. وفي كمان في اللي هو المربع بتضغطي عليه كده على الموبايل يطلع لك أي وصفات عن الحلة دي. وصفات حلوة كتير. شايفين الميزان اللي أنا قلت لكم عليه؟ هو ده الميزان. انت بالكتالوج هتقدري تفهمي حاجات. يعني احنا قعدنا نجاوب كده شويه حاجات ففهمنا. ده كان يعني اسهل حاجه عندي كان ده السوبلي موجود في الفريزر، طلعته. ده وزن لي مقدار كذا يعني. لو عايزه، ده الناس اللي بقى بتعمل الدايت حلوه جدا جدا ليها. اوزن حاجه قبل ما احطها. طبعا عشان الحله ما احاولش اغسل فيها كتير وما يعني ايه تفضل تبقى اطول وقت ممكن عندنا، استخدم ورق زبده، او في نازل منها اطباق سيليكون بتحط فيها يعني. بصوا، احنا اول حاجه استخدمت اللي هي بتاعت بطاطس محمره. 20 دقيقه، حوالي 20 دقيقه 200 درجه. بس انا دي حسيت ان لا، مش هتاخد 20 دقيقه، هتاخد اقل من 20 دقيقه. وخلي بالكم انا عملت فيها البطاطس كمان. البطاطس حاولوا في الحله دي يعني ما تمشوش على نفس درجات الحراره الموجوده في الكتالوج، لا، باحساسك انت هتفتحي عليها. شايفين انا فتحت عليها عشان اقلبها. مهم جدا انك تفتحي تقلبي الحاجه في نص الوقت تقريبا، وقبل نص الوقت طلعيها وشوفيها. يعني مش لازم لاخر الوقت، عشان حسيت ان البطاطس مش محتاجه الوقت ده كله اللي هي مكتوب 20 دقيقه، لكن لا، هي تحتاج اقل من 20 دقيقه. وبعد كده هي بتفصل لوحديها. لما بياخد الوقت كله هي بتفصل لوحديها. وشايفين ده بقى، دي اصلا هي فيها يعني عاملينها بالزيت، فشايفين حتى الزيت نزل منها. ما احتاجتش ان انا اغسل الحله خالص يعني. هوريكم القماشه بتاعتها عامله ازاي. بس ده ريفيو سريع جدا، وهنعمل فيها حاجات. في ناس سألتني عن حاجات كده معينة نعملها في اير فراير، هنجربها مع بعض فيها ونشوف رأينا فعلا فيها حلوة ولا لأ. وبس كده. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبك ما تنسيش تشجعيني باللايك وسبسكرايب، واقول لكم سلام عليكم.